السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد يا جماعة. النهاردة لقيت ماما بتعجن بتعمل فطير، فقلت اصورها لكم النهاردة. اخباركم عاملين ايه؟ صباح الفل والورد عليكم يا جماعة، حبايبي منورين الدنيا. شوفوا ماما بقى وهي بتعجن الفطير بقى بتاعنا بقى، فقلت اصوره كده. أهلا بكم داخل مصر وخارج مصر وجميع أنحاء العالم، أهلا بكم. وإحنا نعملوا فطير المشلتت الصعيدي بتاعنا. ايوه وأهلا بكم وكل سنة وانتم طيبين وربنا يبارك لكم. احنا حطينا ايه يا ماما في العجين؟ انت حطيتي ايه مكونات؟ حطيت نص معلقة ملح، تمام وحطيت معلقة سكر، تمام وحطيت معلقتين لبن بودر، تمام. والمية اللي هعجن بيها بس. ماشي ايه حلو. شايفين كده بتقعد تعجن فيها ازاي عشان بس الفطير يطلع معانا كويس. هي كمية الدقيق ده قد ايه يا ماما؟ تطلع لها كيلو، يعني في حدود كيلو كده ايه. يا جماعة. كيلو دقيق. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، بصوا هي خلاص ماما بقى عجنت العجينة وكانت خلصتها بقى. فدلوقتي ايه، هنسيبها بعد ما كورتها بالمنظر ده. هنسيب العجينة دي ترتاح. بعد ما ترتاح هيبدأوا يفردوا فيها، تفردها واوريكم هتعمل ايه. بس هي سابتها دلوقتي ترتاح شوية. بعد العجن لازم نسيب العجين يرتاح عشان لما يتفرد معاكم يبقى يتفرد بسهولة. ودي المعلومة اللي يعني هي اكدت لي عليها، ان يتفرد معاها بسهولة. فلازم تسيبه يرتاح شوية زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا هنا كنت عمالة بشرح بقول لكم نوع الدقيق. نوعين دقيق عندنا، بيبقى دقيق البلدي بتاعنا ودقيق بعد كده بتاع الافران وكده. فاحنا بين النوعين الدقيق دول بنعمل بيهم، ولذلك العيش بتاعنا مميز وتلاقوا الفطير برضو مميز. فزي ما انتوا شايفين كده هي سابتها ترتاح خلاص، وهتغطيها. بعد ما خلاص ارتاحت هتبدأ بقى تاخد من العجينة وتكور زي ما انتوا شايفين كده، وتحط في الصينية. تعملها بالسمنة وتروح حطها في صينية. هتكور كل الكمية دي كلها في صواني يعني. وبعد كده هوريكم لما تيجي تفردها، عشان تبقوا لازم تعملها بالسمنة دي عشان تبقى الكورة فيها سمنة، تيجي تفردها فتبقى سهلة قوي في الفرد، ما تتعبنيش، ودي اهم حاجة. فبس فهنا بتاخد من العجينه زي ما انتم شايفين. بصوا بتعملها كور ازاي، ويبقى المقاسات واحده، يعني مقاس الكوره يعني تبقى دي زي دي، ما يبقاش مقاس عن مقاس. بصوا كلهم سوا واحد ازاي زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. وطبعا ايه بنحط فيها سمنه، لازم السمنه. هنا بقى بدات تفرد ماما العجين زي ما انتم شايفين. بتاخد الكوره بعد ما اسيبها برضو ترتاح عشان لما تيجوا تفردوها تتفرد معاكم بسهوله. فطبعا بصوا زي ما انتم شايفين اهو، بدات تفرد فيها بالراحه جدا عشان تبقى العجينه مفروده وجميله زي ما انتم شايفين كده، حلوه جدا. والفرد بتاعها كمان بيبقى حلو. هي طبعا حاطه سمنه على زبده مسيحاها، وحاطه الاتنين في بعض، سمنه وزبده. فالاتنين مع بعضيهم يعني ما اقولكوش. وطبعا مغرقه طبعا الفطير متوصيه بيه بقى، فمغرقهولي بقى سمنه وزبده. مش هممها بقى الرجيم بتاعنا والكلام ده، هي ملهاش فيه خالص. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ رجيم ايه وبتاع ايه؟ لا لا، ده لازم الفطير ياخد حقه. يا ماما يهديك يرضيك، ابدا لازم تغرقوا سمنه. المهم زي ما انتوا شايفين كده، كانت مرات اخويا بتساعدها، ربنا يبارك فيها. وماما برضو ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لنا يا رب. بتعمل لنا كل حاجه حلوه بناكلها من ايدها، وكل حاجه نفسنا فيها هي بتعملها لنا بجد يعني. وخصوصا لما بنروح لها وبنسافر لها انا واخواتي وكده،
واي حد يعني بيدخل عندها البيت لازم تقوم بالواجب، ما شاء الله تبارك الله عليها. ربنا يديها الصحة يا رب ويطول لنا في عمرها. يعني بتقوم بالواجب وبزيادة، ونفسها حلو قوي في الاكل قوي. يعني انا واخدة بعض الحاجات منها بس مش زيها بصراحة يعني. هنا جميلة جميلة جميلة، ما شاء الله تبارك الله عليها، بتعمل الحاجة بنفس حلو جدا. ربنا يديها الصحة يا رب. زي ما انتوا شايفين كانت بتفرد في العجين، وهي بتفرد العجين يعني مرات اخويا كانت بتفرد واحدة وهي تفرد واحدة، وبيحطوها بعد ما يفردوها بيحطوها طبقات على بعضها، بحيث ان الفطير في الاخر يبقى طبقات. طبعا زي ما انتوا شايفين السمنة كده جنبها اللي بتفرد بيها اهو، شايفين؟ بصوا بتعمل بقى كام طبقة في حدود يعني 7 8 طبقات. الفطيرة بتبقى 7 8 طبقات كده يعني فوق بعض بالمنظر ده. يعني 7 كور هي حطاهم في الصينية، بتيجي تفرد فيهم او 8 وتروح حطاهم في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. بتفرد هي واحدة ومرات اخويا واحدة كده، وبتحط في الصينية بعد ما تحط فيها السمنة طبعا او الزبدة اللي هتحطها، فتروح بقى مغرقاها وتروح حاطة بقى في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. بصوا حلو قوي يعني. وطول ما احنا طبعا شغالين كنا طبعا الاذكار لازم نذكر الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. لازم يا جماعة نذكر الله في اكلنا وفي اي حاجة بنعملها، عشان اسم الله اي حاجة بتذكر عليها اسم الله فيبقى فيها بركة وبتطلع الحاجة كويسة الحمد لله يعني. زي ما انتوا شايفين كده هي كانت عمالة تفرد في العجينة، فبتفرد فيها كويس وزي ما انتوا شايفين اهو. ولازم تعمل كده، بتحطها طبقات على بعضها في الصينية. طبعا دي طريقة سهلة وطريقة مريحة بصراحة عن قبل كده. قبل كده كانت تمسك العجينة ماما وتفردها، ويبقى في نشابة كده بتفرد بيها العجينة، ونلف العجينة بعد ما نفردها الأول نفردها كذا طبقات مع بعضها، نلفها نلفها نلفها، وبعد كده نفضل ندبدب فيها تاني برضو كده، وبعد كده نحطها في صواني. فكانت قصة كده وموال كده طويل بصراحة، كان صعب. اما الطريقة اللي هي عملتها دي كانت طريقة بصراحة سهلة سهلة يعني. انا هنا عمالة اشرح كده بقول لكم كذا طبقة هي بتحط في الصينية، كذا طبقة، 8 طبقات 7 طبقات على حسب الفطيرة ما بتاخد منها يعني، او تحس ان هي الطبقات بتاعتها كده تمام السمك بتاعها فبيبقى كده تمام. زي ما انتوا شايفين كده هي بتفردها وبتخلي بالها من العجينة في الصينية. بصوا هنا بقى بدأت تغرق بقى سمنة بقى وزبدة، ما اقولكوش حاجة رهيبة، ما تفهموش في ايه يعني. ليه يعني؟ ليه؟ ما هي كده كده غرقانة السمنة من الاول. لازم تاني؟ لازم تاني. هي ماما كده تدي الحاجة حقها، اي حاجة مش بس الفطير، هي اي حاجة عندها واخدة حقها. انا طبعا طولت معاكم طريقة الفرد بتاعة العجين دي، لان الطريقة كانت عجباني قوي وكانت حلوة. كان نفسي اسيب الحاجة يعني تبقى يعني الفيديو يبقى شغال عادي بس مش نافع يعني. كان نفسي اسيب الفيديو شغال بطبيعته، بس بصراحة لا، قلت اكتم الصوت لان كان فيه صوت كاسيت شغال جنبينا، فما كانش ينفع الصوت اسيبه مفتوح يعني. فبس زي ما انتوا شايفين كده طريقة العجن اهو معاكم، طريقة قصد الفرد، معلش معذرة. طريقة الفرد يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده اهو. هي بتاخد بقى من اللي في الطبق اهو، وبتفرد بتفرد العجينة بالسمنة والزبدة، تفضل تفرد فيها. كل ما تحطوا سمنة اكتر وزبدة اكتر كل ما الفطير طبعا يدوكوا طعم حاجة تانية يعني. اي نعم بيبقى غرقان في الاخر، بس هنعمل لازم نرضى. يعني هي اكلة يعني كده بنعملها يعني، مش دايما يعني الفطير ده بالذات يعني، هي بتبقى اكلة كده نفسنا فيها من وقت للتاني كده، مش دايما يعني بنعملها. فعشان كده بنغرقها سمنة فناكل بقى، ما يهمناش نكسر الدايت في اليوم ده، نكسره مش مهم. زي ما انتوا شايفين كده
هي عملت في الصينية يعني في حدود يعني 8 رقات كانوا على بعض في الوقت ده، كانوا 8 رقات زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنا زي ما انتوا شايفين كده عملت الصينية زي ما انتوا شايفين. والله يعني بصراحة ما شاء الله تبارك الله، تسلم ايديها، كان حلوة بجد يعني. وانا في اليوم ده كان رائع رائع واكتر من روعة الفطير بصراحة يعني، وكان طعمه حاجة تانية ما شاء الله عليه. هي بتخدم الحاجة صح فبتطلع منها صح فعلا يعني، ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده بتفضل تدهن فيها كده وتحط سمنة كتير علشان يبقى شكل الفطير في الاخر. هوريكم طبعا الشكل في الاخر في النهاية، بس انا بوريكم الطريقة الاساسي بتاعة الصينية في الاخر بتبقى ازاي. وده الموضوع كله، ان تفضل الصينية بقى بالمنظر ده، حطوا رقات على بعضها وبس على كده، ويفضلوا بقى يستمروا بقى تاني ايه، يعملوا بقى ايه صينية تانية او حاجة زي كده زي ما انتوا شايفين اهو. بيفضلوا بقى يفردوا تاني. هي كده الصينية طبعا دي خلصت، هما كده كده بدأوا يعملوا صينية تانية يعني. كده الصينية دي خلصت لان ماما غرقتها سمنة من فوق دلوقتي، فكده كده خلصت. هيعملوا بقى في ايه، في صينية تانية بقى، بدأوا بقى في ايه يكملوا باقي العجين في صينية تانية زي ما انتوا شايفين كده اهو. بيفردوا فيه واحدة واحدة. انا جايبه لكم طريقه العجين ووريتها لكم عشان تعرفوا بس الموضوع بيبقى ماشي ازاي، بيتعمل ازاي زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. الطريقه حلوه جدا، بصوا بتسويه ازاي، بصوا زي ما انتوا شايفين كده بتسويه حلو قوي والله. بتسويه ويطلع كده ما شاء الله الفطيره مستويه، وتطلع لونها ذهبي كده جميل. والطعم بقى، الطعم مش عارفه يعني، مش هقدر اوصفه، ما اقولكوش الطعم تحفه يعني. انا لو اطول بس كده اعمله كده واجيبه لكم تدوقوه، والله نفسي اعملها يعني. هنا لا تقريبا لسه ما كملتش باقي الصينيه، فهي هتكملها اهو زي ما انتوا شايفين. انا تقريبا قعدت عشان تكمل باقي الصينيه دي كلها اهو زي ما انتوا شايفين كده بتكمل باقي الصينيه. شوفوا قد ايه اخدت الصينيه كام راق، تخيلوا بقى، كتير كتير. بس هي كده يعني، هي لازم تتعمل كده اهو اهو. تشتغل بقى كده. هي بتحط بقى من بين التانية والتانية، انا بفتكر بتحط السمنة من فوق وخلاص على كده، لا هي بتحط وبتفضل تستمر، تروح محطة تاني وهكذا لحد اخر طبقة اللي هي على الوش. لازم تغرقها سمنة، لازم تغرقها سمنة يعني. شايفين يعني شايفين كمية الزبدة والسمنة بتتحط قد ايه، كمية كتيرة قوي. بس هو ده اللي بيدي طعم في الاخر للفطير يعني، هو ده اللي بيدي طعم للفطير في الاخر. انا هنا بوريكم بقى منظر الصينية بقى بعد ما ايه خلصت بقى خلاص كده. الصينية كده دي خلصت بقى تمام. هنشوف دلوقتي كده كده. بصوا عملت الحركة دي فيها ازاي اهي بعد ما خلصتها. شوفوا عملت كام راق ازاي على بعض. بصوا بقى هنا، بصوا كده اهو طبقتها. بصوا شوفوا بقى بتعملها ازاي. انا قاعدة مستنية طبعا حتة الفيديو دي لحد لما تخلصوا للاخر. بصوا اهو شايفين، وتروح قلباها بقى في الصينية وتروح تفرد فيها بقى تاني يعني زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما حطت الكذا راق وعملت الصينية يعني كذا راق على بعض، بصوا عملت الحركة دي عشان تدي بقى يعني يبقى الفطير كده ايه، ليه طعم وليه شكل كده، ويبقى مورق قوي من جوه
يعني بيبقى كذا طبقه. بصوا هنا بقى في الافران زي ما انتم شايفين، انا كده هتحط في الفرن. هي طلعته من الفرن زي ما انتم شايفين كده، بتورينا منظره. شايفين المنظر عامل ازاي؟ تبارك الله ما شاء الله، روعه روعه بجد. بصوا هنا بقى الفطير لما طلع زي ما انتم شايفين كده، بصوا بقى ازاي مورق. انا حبيت اصوره لكم. بصوا بقى مورق ازاي وجميل، حلو حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. والاكل كمان وطعمه. وهنا العسل الاسود، وهنا بقى الجبنه بتاعتنا، الجبنه القديمه بتاعتنا بقى اللي احنا مشهورين بيها، اللي هي مفيش زيها. يا رب الفيديو